السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، متابعي بودكاست تأمل. إن شاء الله يا ربي يكون البودكاست هذايا ككل حلقة مصدر للتأمل، مصدر للأمل، مصدر للتفكير، ومصدر للبهجة والسرور ولإلهامكم بأفكار وقصص لمحجبات ناجحات مثقفات في ميدانهم. اليوم الحقيقة حبينا نرجعوا على السوشيال ميديا، لأنه السوشيال ميديا مهم وأصبح ركيزة من ركائز الحياة متاعنا، سواء العملية وإلا الشخصية. اليوم استضفنا شخصية مؤثرة عبر الانستغرام تحديدا والتيك توك. خليكم معنا في الحلقة باش تكتشفوها. سعيدة جدا باستقبال ياسمين العزعوزي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عسلامة وفاء. شكرا على حسن الاستضافة والوجه البشوش الجميل. مرحبا بك. إذا ياسمين العزعوزي ما شاء الله مؤثرة عبر الانستغرام، عندك أكثر من 100,000 متابع، 20 سنة، صغيرة في السن جدا، منتقبة، وفي نفس الوقت مدرسة للقرآن الكريم وخاتمة القرآن الكريم. الحقيقة الحاجة هذه اللي جلبتني واللي نحييك عليها. هي حاجة مميزة نحسها أنا، يعني فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى إذا يحبك راهو باش يميزك، باش يعطيك حاجة محلاها. أكيد. إذا ياسمين، أنا الحقيقة أول حاجة هكا نحب نسألك عليها، إنه هو صح البرنامج يهتم بالمحجبات والحجاب، لكن حبيت أنا نسألك علاش اخترت النقاب وما اخترتش الحجاب؟ باهي، سؤال جميل. نحن مخيرين أو لا؟ يعني صحيح. إنسان مخير، أحيانا مخيرين وأحيانا مسيرين. في الحاجة هذه أنت مخير طبعا، تحب تختار هكا ولا هكا. نحن علاش نختاروا الأقل؟ علاش ما نختاروش الأحسن؟ فحاجة يعني أنت اخترت حاجة أعلى درجة من الحاجة هذيك، لا أكثر لا أقل. بالنسبة ليك إنه هي أعلى درجة النقاب، لأنه فما أشخاص أخرين يقول لك لا، الحجاب هو أعلى درجة، فهنا وجهة النظر تختلف. كيفاش ترجع للمسألة هذه يا ياسمين؟ أنا شخصيا نجاوب على الإنسان هذا، يعني أنت البس الحاجة هذيك وشوف روحك، أنت حسيت روحك عليت ولا في نفس المكان قاعد. كان أنت ما زلت في نفس البلاصة فراه مش يزيدك حد شيء. إذا أنت حسيت روحك عليت فهذاك هو اللي مش توصله مع ربي، يعني وقربك الربي وإيمانك وكل. أصلا تحس اللي حاجة يعني ريت أنا بالحجاب كامل واحد لاباس ما شاء الله محلاني، لكن كي باش تقدم الدرجة اللي نحكي عليها أنا وباش توصل لها باش تحس روحك نعرفش حاجة بالحق مميزة وجميلة جدا. نعرفش كأنك عطيت حاجة من روحك، يعني غطيتها. أو أنت واشني أكثر حاجة مميزة فيك باش تجذب؟ هو الوجه ولا يعني كي باش راك تقول ما شاء الله جميلة. ابتسامتك هي أنا بالنسبة لي أكثر حاجة مميزة. فأنت الابتسامة هذيك غطيتها، يعني نجم تكون باش ما تفتنش بها الناس، فهمت؟ يعني أكيد فما الأسباب، فأنت خليتها بينك وبين ربي وحدك. به قناعاتك هذه طبعا نحترمها. به طلعت على السوشيال ميديا وطلعت تحديدا على الانستغرام، وحاجة غريبة انه راهو منتقبة وفي نفس الوقت مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل نفروك الناس من الاول؟ هل قالوا كيفاش لابسه النقاب وتطلع في السوشيال ميديا، وكيفاش لابسه النقاب وتعمل في ستوريات، كيفاش لابسه النقاب وموديل في نفس الوقت؟ هما يشوفوها حاجة غريبة وهي حاجة ما هيش موجودة بالأحرى. يعني يمكن كان في دول الغرب أنا راها مثلا منتقبات الموجودين في أمريكا وغيره، لكن في تونس ما هيش موجودة الجملة، فالناس باش تحس اللي هي حاجة مستحيلة، يعني عبارة ما تركبش. أي كيفاش تعمل أنت كيفاش؟ يعني مش ثم الناس أصلا تسألني تنجم يا أخي كيفاش تلعب رياضة وأنت هكا كيفاش يعني. لكن جربها، نحن مشكلتنا ما جربناش ما شفناش. لو كانت حاجة عادية موجودة كيما ما نستغربوش منها، لكن راهي بالحق مادام حاجه ما فيهاش حرام فاكيد باش تكون عاديه. ياسمين هي منتقبه، ياسمين عزعوزي منتقبه، لكن في نفس الوقت نراو فيديوهات ليها تهبطهم على الريلز ولا على الانستغرام انها تحكي على سكين كير، تحكي على كيفاش لي برودوي، تعمل بوبليسيتي لي برودوي نتاع البشره وكل، راوها تلعب في رياضه في السال دو سبور وكل وتنقز. هل ترى هذا ادابتابل مع الحجاب او مع النقاب اللي انت فيه ولا اكيد جاوك ملاحظات من النوع هذا؟ انا نشوفه مادام ماهوش حرام فانت تعمل اللي تحب. انت علاقتك خليها مش بينك وبين الناس، انا علاقتي بيني وبين المولى عز وجل. انا نشوف عندي ليميت اللي هو دين الشرع اللي قاله لي ربي،
فيها حاجه فيها حرام نبعد عليه، حاجه حلال علاش؟ يعني الناس راهي موجوده في الحياه باش تتكلم. دونك هو الحديث يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فهناك الامور المشتبهات هذوما ما تحطش فيهم تقول زعما انا فك الامور المشتبهات هذيك ولا انا اي حاجه مش نعملها في حياتي نمشي نلوج عليها، اي حاجه باش نقدم عليها نمشي نشوفها هل فيها اختلاف، فنحاول اني نبعد عليه. يعني اي حاجه يمكن ابسط الاشياء تشوفهم انت، يشوفهم الانسان بالحق تافهه، يقول لك كيفاش انسان نمشي نشوفها شنو، نمشي نستخير. مهم جدا الاستخاره والله. في كل شيء الاستخاره. باش تشري صباط، انا باش نشري تو صباط نمشي نستخير ربي سبحانه وتعالى، خاطر ما فماش انسان باش ينصحني ولا باش يرشدني غير ربي سبحانه، ولا باش يكون حاشا بالحق باش يكون خير، لا مستحيل. هو الحقيقة صلاة الاستخارة مش كل الناس يعني تعرفها ومش كل الناس تطبقها، لأنه صلاة الاستخارة السوفي أنت اقتنعت بها كفكرة وكمنهج حياة، دونك ما عادش تنجم تبعد عليها جملة، تولي حتى يعني إدمان فعلا. يعني حتى أبسط الأمور أي حاجة. أنا توا جاية بحذا وفاة نمشي نستخير ربي هل فيها خير ولا، توا بإذن الله تتيسر ما شاء الله. باهي إذا ياسمين هكا نحبوا نسمعوا قصة ليك مع الحجاب هكا وانت صغيرة كان صارت لك أو وانت كبيرة، لك الخيار طبعا. باهي قصتي مع الحجاب نحسها مميزة بالنسبة للأطفال، خاطر أنا كي لبست الحجاب كنت طفلة، كان عمري بالضبط 7 سنوات. داكو. أنا كنت يعني باهي أنا ترعرعت في بيئة طيبة وفي يعني دينية. فنعرف شو معناها اللباس المرأة المسلمة شنو لازمتها تلبس، كيفاش يكون اللباس نتاعها، كيفاش رسخوا القناعات عندك. خاطر انا نشوف في اهلي وعيلتي ونشوف في امي شنو تلبس فنسال. انا كنت اكثر صغير نسال نحب نعرف. فكانوا يقولوا لي المرأة المسلمة لازم تلبس هكا وهكا وهكا. نمشي لجدتي الله يرحمها نقول لها يا اخي نحن مش الكل مسلمين. تقول لي اي، نقول لها مالها فما نساء في الشارع ما تلبسش هكا، ما تلبسش الحجاب. تقول لي ما يلبس الحجاب ما تلبس الحجاب كان الاميرات. كنت متشوقة باش اني نكون اميرة، بالحق نحب نولي اميرة. وقتاش يجي اليوم اللي نولي فيه اميرة؟ يقول لي تو كي تكبر تولي اميرة وتختار. فجاء العمر نتاع 7 سنوات كهو حسيت الوقت المناسب نلبس. ينحيوه لي دارنا يقولوا لي لا مازلت صغيرة. الى ان جاء اليوم اللي دخلت فيه نقرا في وقتها في المدرسة. دخلت للقسم نلقى تلميذة تقرا معايا لابسة الحجاب. يا خيبة المفعول. هي ان شاء الله ربي ثبتها، لكن انا احساسي وقتها كان بالحق حسيت روحي تدمرت، مش على خاطر، بالعكس على خاطر حسيت اللي هي ربي سبحانه وتعالى ميزها واصطفاها. يعني هي كانت اميره وانا لا. روحت نبكي، ما دخلتش نقرا. روحت لامي قلت لها ايش معناها قلت لها هي خير، يعني هي عند ربي خير وانا لا، على خاطر انتم ما خليتونيش. امي تضحك مش فاهمه معناتها تبدلها بضحكه ولا. فقررت وقتها باش نلبس، مشيت نجري خديت من فولارات امي وحسيت ولبست واحد وخرجت مشيت نقرا. بعد فتره جاي بابا كان ما يحبش، يعني يقول لك صغيره اكيد باش تتبدل، تجي فتره تولي تحب تنحي، فخليها وقت اللي توصل هي اقتنعت تلبس. جاء اسال امي قال لها شبيه لبست وحدها ولا كيفاش؟ خليتها تلبس تغش. قلت له والله راي اختارت سيء. جاي حطني بجنبه وعزت عليا وقتها طريقته، يعني انا في بالي باش يرفض. حطني بجنبه قال لي بي انت اخترت الحجاب ما تنحيوش حياتك الكل، ما دام اخترته راك مستحيل تنحيه. قلت له باذن الله. ففرحت على الاخر. كانت وقعدت من الوقت هذيك لتوا ياسمين فخوره جدا ومعتزه بالحجاب نتاعها، والناس الكل تعرف هذا، وتعرف يمكن مسيره ياسمين مع الحجاب واللي صار. وانا بالحق نعتز جدا ان بالنسبه لك الحجاب مصدر شنو في حياتك؟ سعاده وهراء بدي باش نوصف لك بالحق عز. وقت اللي تقول كلمه عز تحسها نابعه من القلب. عز باهي طول يشاهدوا فينا يقولوا ياسمين تحس بالعز بالحجاب، يتسائلوا كيفاش تحس بالعز؟ زعما هل لازمنا نعيشوا الشعور هذاك باش نحسوه العز، والا هكا تحاول تحكي لنا كيفاش اكتسبت العز؟ لانه انا عارفه شعورك ياسمين هو احساس يتحس اكثر من انه يتقال، اما انا اللي نطلبه منك بكل لطف انك تحاول تمرر لنا الاحساس.
توا كي انسان يحس روحه كيف وكيما الناس الكل، مش باش يحس اللي هو انسان مميز، يعني ما يحسش اللي هو يحس روحه يتبع في الناس. انا مثلا توا شفت نتبعها نلبس كيف هذا، ما عندوش حاجه يعني إمعة بالضبط. يعني الإمعة في اللغة العربية هي كلمة ليست يعني كما نقولوا مش شتم ولا حاجة، لكن الإمعة هو الشخص اللي بالتونسي يقولوا نحن يميح مع الريح، يعني مشي الناس كما فعل الناس وكما فعل الناس وفعلوا. ف كي بالحق اللي يقرب من ربي سبحانه وتعالى رب باش يحس بالعزة ما في أي حاجة. ونعم بالله. إذا اقتربت من المولى عز وجل، وهذه هي الثنية اللي باش تقربك من ربي، وربي ما فماش حاجة أخرى باش تعز المرأة غير طبعا الإسلام. دون شك. تحس بالحق، تحس روحك كما قالت جدتي انت اميره 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 اميره. حتى الناس في الشارع كي تراك لابسه هكا كاينك في كار يخليولك البلاصه ويبعدوا، كاين تعديت بحذا حتى شباب معناه يقولوا في كلام بذيء ولا حاجه يسكتوا فعلا راهي متحجبه. تحس بالعزه حتى من معاملات الناس ليك. بالحق ربي سبحانه وتعالى يعزك 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 يعليك. تعرف من يعليك تحس سبحان الله تقول. وعلى قد المرأة ما علت نفسها هكا ينرى الحقيقة، على قد المرأة ما علت نفسها وسترت نفسها أكثر وسترت وطورت من حجابها صراحة. أنا الحقيقة ديما نقول نحاول ربي يرزقني إني نكمل نطور حجابي أكثر كلنا. لأنه في نهاية الأمر مش كيف المحاجبة اللي تحاول إنها هكا بشوي بشوي تطور في حجابها وتلبس الملتزم وتلبس الفضفاض، مش كيف العكس يعني باش ما نحددوش. يعني يختلف وتختلف درجة الاحترام بين الناس وتختلف درجة التعامل وتختلف درجة التمييز. دونك هنا كما قال المثل التونسي وين تحط نفسك تصيبها صراحة. وين تحط روحك تلقى. شكرا لك ياسمين، سعيدة جدا بمحاورتك اليوم، نتمنى لك كل خير. وقبل ما نسكروا حلقتنا أكيد نخلي لك كلمة الختام. تشرفت برشا برؤيتك، بالحق أنت إنسانة طيبة، وشكرا على الاستضافة الطيبة. خير إن شاء الله. مرحبا بك، إذا شرفتنا ونورتنا. وكما العادة عرف الحلقة وعرف بودكاست تأمل الراعي الرسمي للبرنامج شركة زمردة تقدم لك هدية بسيطة جدا إن شاء الله تعجبك. أصلا أنا لابسة من عند شركة أيوة يعني مش غريب عليك. لا شكرا شركتنا الخاصة زمردة. بالحق شكرا على إبداعاتهم وعلى بالحق أخلاقهم، ناس طيبين برشا فعلا ما شاء الله. ربي يبارك فيكم الناس كل. شكرا لك ياسمين، شكرا لكم متابعينا الكرام. طبعا نحب نذكر في نهاية الحلقة تنجموا تلقاو باج زمردة على الانستغرام، تنجموا تلقاوها على الفيسبوك، تنجموا تتابعوها كذلك على التيك توك. ونقول لكم أجمل تحت فئة بلسي في أمان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم.